السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج أنت بطل. لا أدري إن كنت تعرف هذا المكان. أنا اليوم في لبنان في شمال بيروت. لقد جئت إلى هنا عندما سمعت عن هذا الجسر الطبيعي المذهل. واو، هذا مذهل. هل ترى هذا؟ أظن أنك تفكر في تحدي اليوم، إنه تسلق جدار هذا الموقع المذهل بمفردي. لنبدأ العد التنازلي بعد الشارة مع برنامج أنت بطل. السلام عليكم. أهلاً. أمين. جورج. هل يمكنك أن تساعدني؟ ساعدك بشو؟ أريد أن أصبح قادراً على تسلق جدار مثل هذا في يومين. هل يمكنك أن تدربني؟ شكلك مولع بالتحديات. نعم، قليلاً. أكيد بقدر. أوكي، حسناً، اتفقنا. جورج يبدو لطيفاً. في الحقيقة إنه متسلق على درجة عالية من المهارة. إنني محظوظ لأنني التقيت به، ولكن ليست لدي أي فكرة عن نوع التدريب الذي يجب علي القيام به لأتقن هذه الرياضة. ستيف. أمين. أهلين ستيف. شرفنا. أهلين. ستيف صديقي، احنا بنتسلق سوا. شوف كيف رح يتسلق هو هيدي الصخرة هون هلا. اوكي. طمئني جورج، أمل أن تكون أحضرت كل المعدات لضمان سلامتي. لقد سمعت أن رياضة التسلق يمكن أن تكون خطيرة. ايه طبيعي، رياضة التسلق فيها شوية خطورة، بس في تدابير للسلامة لازم نضل منتبهين عليها، وكل شيء سيف. ولكني لم أتسلق جداراً في حياتي وأخشى أن يصعب علي تسلق هذا. ما رأيك؟ هلا حاليا انت باول درجه هون هيدي نحن المنطقه هون بكفر دبيان، هيدي منطقه للمحترفين المتسلقين المحترفين. انت قبل لازم تبلش من اول الطريق، لازم تبلش على حيط اصطناعي. بنروح على الحيط الاصطناعي بتتعلم كل التقنيات تبع التسلق اللي لازم تستعملها. حسناً، لنرى. يلا. في الواقع إن عملية التسلق تتم أولاً على جبال زائفة. لقد فاجأني الأمر في البداية. أمين. أعتقد أننا سننطلق إلى اختيار المعدات. صحيح. أول شيء بالمعدات وأهم شيء كرسي التسلق. كرسي التسلق. هيدا كرسي التسلق، هيدا الكرسي اللي بتلبسه هيك مثل الشورت، مثل هذا الشيء بتلبسه. وماذا لدينا هنا؟ عندك حذاء التسلق، وبدك حذاء يكون كثير ضيق على اجرك، كثير شادد على اجرك، ويكون من هيدي الماده اللي عاملينها هو، لانه هيدي من اكثر الماده يعني بتكبش على الحيط. حسنا. يعني عندك هيدا الشيء، هيدا ريفيرسو بالانجليزي، هيدا بتحطه للامان، بيستعمل للامان. وفي هيدا الكارابين، هيدي كمان يعني بتستعملها كثير بالاسكالات. كل شيء بدك تستعمل كارابين فيه. هل تعتقد أنني قادر على إنجاز عقدة في هذا الحبل؟ ايه أكيد. هلا بتشوف كيف بتاخذ الحبل، ايه عقد فتحة إيدك، أوكي، تبرمه أول برمة وتفوتها من هون. مزبوط. طلقتها بس تم تسحب، أوكي. هلا هيدي الميلة من الحبل، هي الميلة اللي إذن هذه هي عقدة 8. ايه هيدي اسمها عقدة الثمانية المتمنة، بيستعملوها بس بالتسلق. هيدي العقدة مفضلة لأنه هي العقدة بس تنعقد كلها على بعضها مستحيل تفك. إذن هيدي الميلة هي الميلة اللي رح نستعملها نحن تنعقد فيها. إيه؟ بتفوتها بالكرسي، الكرسي لها ميلتين تحت وفوق،
تحطها باثنين، من تحت ثم من فوق، من تحت من فوق، ترجع اوكي، ترجع بتبرمه ثم من فوق 100% وبتفوتها من جوا ثم من تحت. مزبوط. وهكذا أصبحت لدينا عقدة. حسناً جورج، أنا مستعد، ولكن هل تعتقد أنه يجب علينا أن نبدأ على حائط اصطناعي؟ أكيد، إذا بدك تتعلم التسلق بدك تتعلم على حائط اصطناعي أول شيء، ما فيك تطلع على الطبيعة على الصخور. إذن كمرحلة أولى يجب أن نبدأ على حائط الاصطناعي. أضبط شيء. حسناً، هيا بنا. جورج جاهز؟ أوكي جاهز، يلا على مهلك وخليك مرتاح. أهم شيء تضل عم تتنفس. أوكي. إيه. في حال حسيت إيديك تعبوا، الإيد اللي بتتعب وطيها لتحت تيرجع ينزل الدم عليها. في الحقيقة لقد أصبح تسلق هذا الجدار أمراً هيناً. عندما تذكرت النخلات التي كنت أتسلقها أنا وأخي في منزلي ووقعت وتألمت كثيراً، أما هنا فلن أواجه هذه المشكلة، فقد شدني جورج بحبل. هلا كمل لفوق، علي اجرك الشمال، حد ركبتك الشمال، ايوه هيدي هي. استعمل الاشياء الكبيرة اريح لك. عم تاخذ الصعبين. تأمن للحبل أكثر. جرب علي اجريك، ايه جرب علي اجريك. قطع. حد اجرك الشمال. شفتها؟ ايوه. في الواقع هنالك مسارات أصعب أو أقل صعوبة. لقد بدأت بالمسار السهل، والآن سأتنقل إلى مسار آخر المقابض فيه أكثر ارتفاعاً وأكثر تباعداً. لقد كان التسلق صعباً. تأمن للحبل أكثر. أوكي. هذا يذكرني برياضة الفيا فيراتا التي تمارس في الجبال الأوروبية. إنها شكل غريب من أشكال السير العمودي، فلنشاهد هذا التقرير. أهلاً بكم في جبال الألب في سويسرا. مرحباً بكم لتكتشفوا السلالم وجسور عبور المشاة والحبال والعوارض في تحدي الفيا فيراتا. لقد احتاج فريق أنت البطل إلى مرشد مختص ليكتشف تحدي الفيا فيراتا في الجبال. جون بافيار، مرشد جبلي. مساحات شاسعة وجبل وتسلق وتجول وجسور معلقة، ولكن لنتعرف أولاً إلى الفيا فيراتا. هي حركات مشي في شكل عمودي، حيث ثبتت على صخور الجبال أوتاد وسلالم وأسلاك معدنية تساعد المتسلق في مشيه العمودي. إن تقنيات التسلق هي الأنسب في مثل هذه المسارات. إن تقنية الفيا فيراتا هي الجمع بين تقنية المشي العمودي بين الصخور وتقنية تسلق الجبال التي تتلخص أساساً في حركة الجسم المعلق في الفضاء. لنمارس نشاط الفيا فيراتا نحتاج إلى معدات أساسية هي الخوذة والحمالات والحبال، وعلينا أن نتزود بقدر من المعلومات عن الجبال لنخوض التحدي في ظروف آمنة. إنها رياضة قصوى تجمع بين النشاط البدني والنشاط الذهني أكثر من غيرها من الرياضات الأخرى. يعد هذا الجمع بين النشاط البدني والنشاط الذهني في غاية الصعوبة، فعلينا أن نركز على حركاتنا ونتوقعها ونفكر فيها مسبقاً،
وإذا تعبت ذراعانا نستعين برجلينا، فذلك هو الجمع بين النشاطين. كما نحتاج إلى قدرات ذهنية هائلة، علينا أن نحكم استخدامها عندما نجتاز مسار الفيا فيراتا الطويل والعالي. تعرف مسارات الفيا فيراتا بتنوعها من حيث الصعوبة، ويحتاج اجتيازها إلى براعة فائقة ولياقة بدنية عالية. كما علينا أن نحسن توزيع الجهد الذي نبذله في هذه الرياضة، فلا نتوخى السرعة الفائقة ولا نعتمد على البطء الشديد. إنها تحد للذات نرسم فيه أهدافاً ونخوض عبره تحديات جديدة لنطور قدراتنا. فبعد أن نخوض تحديات الفيا فيراتا السهلة نرتقي إلى المستوى المتوسط، وإذا أفلحنا في اجتياز هذا المستوى علينا أن نفكر في خوض التحديات الصعبة، وهكذا دواليك. لا تخلو ممارسة الفيا فيراتا من التسلية والإثارة، فهي رياضة تجمع بين أنشطة متعددة وتثير فينا مشاعر فياضة من خلال تحركنا بين الفضاءات الشاسعة وقمم الجبال. في الواقع إن المشاعر الجارفة تجعلنا نستمتع بالتسلق، وأيضاً تشعرنا بالحرية. إنها تثير فينا أحاسيس جامحة لا يمكننا كبحها. إذن الآن أين سنذهب؟ هلا حنرجع على جسر كفر دبيان، تتعلم هونيك كيف بدك تتسلق. إذن سوف نقوم بتمارين إحماء، ثم تمارين تثبيت وضع الجسم والتوازن على الصخر. صحيح. هلا بالبداية في عندك تمارين بدك تعملها تتعرف تتحكم بوضعية جسمك وبتوازن جسمك على الصخرة. والآن ماذا علي أن أفعل؟ هلا أنا بفرجيك الحركات اللي لازم تعملها. بدك تجرب تحرك عضلات جسمك، تتحكم بالتوازن تبع جسمك، كيف تتحرك، كيف تغير. اوكي؟ حسنا، يلا جرب. مثلا علي أن أبحث عن موضع لقدمي وموضع لإيديك. دايماً جرب تنقل من نقطة لنقطة تانية. وزع تقل جسمك على كل شيء، مش بس على فرد مطرح. اوكي. وقت تحس بتعب فيك تضل متعلق بايديك، تفتحهم هكذا. ايه هلا تحرك على لم يكن هذا التمرين مشهداً مثيراً، فأنا لم أرتفع عن الأرض أكثر من متر واحد، لكنها معاناة حقيقية للذراعين والرجلين. لقد كان تمريناً شاقاً، ولكن كم شعرنا بالفخر عندما أنهيناه، وبعد ذلك بدأنا نتسلق جداراً حقيقياً. جورج، من وضع هذه الأوتاد؟ وهل هي مثبتة جيداً؟ هيدي الأوتاد حطها هون ناس محترفين شغلتهم، يعني بتفخط لها بالحيط، بتفوتها، بتدقها، بتثبتها مزبوط. كل فترة بتهتم فيهم، بتشوف إذا بعدهم صالحين ولا مش صالحين تقدر تتسلق فيهم. هلا أنا رح أتسلق هيدي الطريق، ورح فرجيك كيف لازم أنت تتسلقها، وأنت حتكون الشريك تبعي حتأمن لي الحماية أنا وعم بتسلق. وهل هي طريق صعبة أم سهلة؟ لا، هيدي إجمالاً طريق سهل شوي. للتعلم. هلا شوف كيف لازم تتحرك على الصخرة وتضل مرتاح. انت عم تتسلق ببطء، احسن شيء لعضلك ولكل شيء.
بتضل مركز، بتطلع، بتعمل موف، بتطلع بتشوف شو وين تاني موف بدك تعمله. أظن أن الأمر سيكون صعباً جداً. واو. لقد كان الأمر رائعاً، أليس كذلك؟ أكيد. هلأ صار دورك أنت تتسلق. حسناً، هيا بنا. جرب خذ حركات أطول لفوق. أوكي. بتعلي إجرك. موف شوي صعب. بدك تعلي إجرك وطلعت فوق. أوكي. منيحة. بدك تعلي اجرك، غير ما تعلي اجرك. هذا رائع، إنه حقاً أمراً مذهلاً، كما أنني أصبت بالدوران. وماذا سيحدث إذا فقدت المقبض؟ هيدي حتشوفها بالتمرين الجاية. ماذا يعني ذلك؟ إنه يشعرني بالخوف. هلا أمين حتاخد التمرين اللي بتتعلم فيه توقع بس بلا ما تضر حالك. أوكي. إذا سوف أحاول الإمساك بصخرة ثم الوقوع. صحيح. منيحة. هيك توقع، بضل جسمك كله بعيد عن الحيط. مهم أكتر شيء إجريك ما يضربوا بالحيط. أوكي، سك. أوكي، هي منيحة طلعت. أوه، واو. منيحة إيه؟ حسناً، هذا جيد؟ إيه. حسناً، لقد أجدت التمرين ولا داعي للتكرار. ماذا سنفعل الآن؟ هلا حننتقل لتمرين الانزال على الحبل. انت تعلمت كيف تطلع على القمم، كيف بدك ترجع تنزل اذا ما تعلمت الانزال. اوكي ماشي، اجري، خلي ركابك جالسين. اوكي هاي هذا التمرين يبدو أكثر سهولة من تمارين السقوط. واو، هذا مذهل. من تراه يكون؟ يبدو أنه مختص في النزول. هيدا جورج نجم ومتخصص بالانزال على الحبل، بيمارسها مثل الرياضة دايما. حسناً، لنتعرف إليه. سيرافقنا جورج نجم المتسلق المحترف والمولع بهذه الرياضة لنكتشف نشاطاً ينبض حيوية، إنه النزول من المرتفعات. رابال هي كتير شيء كتير إذا بدكم بدائي. هو بس تننزل من محل عالي لمحل أوطى وما فينا ننزله مشي، فمن حبل بننزل رابال. هلا هي هيك على أساس، بس في عالم يمكن لأنه هن بيحبوا إنه شيء الخطر، شيء سريع، شيء كذا. لحق مثلي مثلا أنا بستعملها كلعبة، يعني مثل لعبة لإلي. بنط بس تحس إنه سرعة، تحس إنه عملت شيء، إنه هي الريسك، هي الأدرينالين، كل شيء بيعطيك السرعة، الخوف الصغير، بس بذات الوقت بيبسط كثير بس تخلص. هي مبدئيا رابال.
نستخدم معدات أساسية عندما ننزل لنضمن سلامتنا ونستفيد من هذا النشاط. لنتابع جورج الذي يستعد لنزول جديد. هلا رح احط كفوف. ليه رح نلبس كفوف؟ لانه هذا الحبل كثير 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 بيحرق الايد اذا نزلنا عليه بسرعه، وكثير بيحمى، فمعقول كثير كثير بيأذي الايد، يعني بصير عندكم حرق درجه ثانيه او درجه ثالثه حتى. مشان هيك بنستعمل كفوف. اوكي، بنحط ايدنا على طول تحت. هيدا شايفينها هون الويت، هيدا شغلتها هي اللي بتنزلنا. كل ما نشد على الحبل، مش عايزين قوه فيزيك كثير قويه، كل ما نشد على الحبل بنوقف، بس نرخي ننزل. هلا رح انزل انا. احلى شقفه فيها كلها هي بس توصل هون ونعمل هيك. طرق النزول من المرتفعات متنوعة، فمنها ما يمارس على الصخور أو أمامها أو خلفها أو في الفضاء أو على الظهر أو في وضع مقلوب. أما جورج فيرى أن الإثارة هي الأهم. وضماناً لسلامتكم، لا يمارس هذه الرياضة إلا محترفون يتصفون بالرصانة والكفاءة مثل جورج. هي اكيد اخطر بس واحد ينزل بالقلب، لانه بالنهايه راس تحت، يعني الاحساس بتفرق، الاحساس كثير 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 بيفرق، واسرع، ويمكن تصير تبرم. البرمه هيدي البرمه بتعطيك مثل شيء اكثر، بعد انه بدك اسرع، بعد اسرع بتفلت خلص، يعني بتفقد كنترول، وبالاخر على قد دغري بترجع بتلقط تهدي حالك. النزول من المرتفعات رياضة يتناغم فيها الشعور بالأمان مع التسلية والاستمتاع. والنزول من المرتفعات خير وسيلة تعبر عن التسلية والاستمتاع في إطار طبيعي فائق الجمال. هيك تنعمل، لازم تجربوها أي مرة بحياتكم، ما عندكم فكرة شو الشعور. لم أكن أتخيل أنه في غاية الصعوبة. وماذا يفعل المتسلقون الذين يتسلقون جبالاً عالية وغير مجهزة؟ أنت اليوم تسلقت على صخور مجهزة. اللي بده يتسلق على حيط منه مجهز بيكون عنده معدات هي هيدي متخصصة لهيك الصخور مش مجهزة. حسناً، أنا سأنام فأنا منهك القوة. طيب، إلى اللقاء. يلا. الله. في الواقع لست منهكاً فقط، بل جسمي كله يتألم. سوف أنصب خيمتي، لن أطيل عليكم. تصبحون على خير. صباح الخير، إنه اليوم المشهود. واو، هذا رائع. حاولت أن أتصور كل خطوة من الخطوات التي يجب علي القيام بها. في الواقع نحن في وضع يمكننا أن نقرأ فيه الجدار بالنظر إلى المسار، أين يمكن أن نضع يدينا ورجلينا. لقد كنت أشاهد مخطط المسار. يلا.
ايه 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 يلا يا اخي اوكي أوه. لقد نجحت. هذا رائع. يس. شكرا. مبروك امين. شكرا لك جورج، وشكرا لكما لمساعدتي في إنجاز التحدي. شكرا لكم على وفائكم لبرنامجنا، ولا تنسوا أن تراسلونا وتقترحوا علينا تحديات جديدة عبر موقعنا على الإنترنت jcctv.net. إلى اللقاء في حلقة جديدة مع مغامرة جديدة وتحدي جديد مع برنامج أنت بطل.